امين. البنيته وليد، البنيته عندها 14 سنه والوليد عنده 10 سنوات. البنيته سميتها دينا والوليد اسمه ادم. اختفاو لي البارح مع المغرب، خرجوا بنيه انهم يحرقوا على حساب هاد الهضره اللي كتروج على الحريق وداك الشيء. خرجوا العيال ما فاهمينش حتى شنو هو الحريق، ما فاهمينش مزيان، كيسمعوا غير الدول الاوروبيه كيعيشوا مزيان، وهذا صافي كيسحب لهم غير يوصلوا. العائله جا مع الشنطه ديالها جراها وماشيه، كيسحب لهم غير يوصلوا صافي بحال غير الطريق وغادي يدوزوا، ما عارفين شنو كيتسناهم في الزنقه. عييت ما نقول لهم بنتي راه الزنقه خايبه، راه الزنقه فيها الوحوش بنتي الادميه. ساعه ما كتسمعنيش راسها قاصحه، كيسحب ليها غير كنخوفها وصافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، كما كتشوفوا اليوم أنا حزين وحزين جدا كيف بزاف د المغاربة، كيف لا. واليوم شاهدنا محاولة آلاف الشباب المغربي لاقتحام مدينة سبتة المحتلة، والحمد لله على الأمن الوطني اللي كان بالمرصاد. ولكن واش هذا هو الحل؟ واش دائما غادي يكون الحل أمني؟ واش دائما غنبقاو شادين عباد الله هما ينزلوا في المحطة ديال القطار في طنجة حنا نقزوا عليهم نشدوهم؟ لحد الآن ما داروا حتى شي مخالفة قانونية. شاب كيسافر من الدار البيضاء لطنجة أو للناظور أو لتطوان أو للفنيدق ما دار حتى شي حاجة غير قانونية، لأنه كيسافر في قلب الوطن ديالو من مكان لمكان. نقدروا نقولوا حنا عارفين شنو واقع وباش نستابقوا الأمر، ولكن الحل ماشي غيكون أمني. اللي وقع اليوم مأساة بكل معنى الكلمة. اللي وقع اليوم كيخبرنا بالمأساة اللي وقع في بلادنا وفي بلاد الجزائر وتونس. لأن ملي كنشوفوا الهجرة السرية، كنشوفوا قوارب الموت كتنطلق من نواديبو في موريتانيا، من الداخلة في المغرب، من ناظور، من طنجة، من وهران، من صفاقس في تونس، من طرابلس في ليبيا. الشباب ديالنا يأس، ما لقاش الحل، ما كاين لا فرص العمل، لا أمل في مستقبل أفضل. غنكونوا واقعيين، حنا عارفين بأن خصوصا بعد الغلاء وبعد كورونا بأن الناس عانت وكتعاني، وخصوصا الشاب ولا الشابة كيلقى راسو وصل 28 عام 30 عام، واخا قرا ولا ما قراش، تخرج ولا ما تخرج، ما بقاش لاقي الخدمة في بلادو، ما قادر لا يشري سكن، ما قادرش يتزوج، ما قادرش يشري سيارة، ما قادرش يخدم. وحتى إلا كان عنده شوية راس المال وبغى يدير شي بيعة وشرية، كيلقى المقدم والمخازنية كيجيو ويجريو عليه بحجة أنه يعني الملك العمومي، بأنه خصو يفرغ الملك العمومي بلا ما يعطيوه حل. نحيدوا لك السلعة ديالك وسير نطح راسك. ربما يكون خدام على 8 خوتو ولا 6 خوتو وباه ولا امو مريضة، انت كدولة دير لي الحل. انا مغربي بحكم القانون، بحكم جميع القوانين السماوية والقوانين الوضعية. الدستور كيخول ليا، دستور حقوق الإنسان، الحق في السكن، الحق في العمل، الحق في التطبيب. سير طلع المستشفيات في المغرب وكنتحدى أي واحد يقول لنا بأن هذا الشيء ما كاينش. الناس كلها كتشكي، طبيب واحد لشحال من آلاف نسمة كتجي تيقول لك لا الطبيب ما كاينش، تسنى. وشحال من واحد حتى في المستعجلات كتلقاه حالة يرثى لها في جميع المستشفيات الوطن. أنا ما كنهضرش على الكلينيكات الغاليين. الناس ما قادراش تشري حتى الخضرة، ما نقولوش اللحم والدجاج والحوت، هذاك الشيء ولات من الكماليات. الشعب والشباب ما بقاوش قادرين يشبعوا في كرشهم. ما كنهضرش على الناس الاغنياء، ما كنهضرش على هذوك اللي كيجيو فاكونس لاوروبا كلها، اللي كيصيفط ولدو يقرا في فرنسا وفي كندا. هذاك ما غيحش بولاد الشعب. انا كنهضروا على العائلات العاديين
اللي كيفيق وما كيلقاش الفطور على الطبله، وكيخرج يقلب على الخدمه وما تيلقاش الخدمه، وكيمشي يقرا ويسهر ويجيب الدبلوم وما كيلقى، ما كيتخرجش، كيدفع للاساتذه نتوما الخبار في راسكم، اي حاجه دفع لها عطينا نمرتك دابا نعيطوا لك. كيمشي يدير بيعه وشريه في الزنقه، كيجي المقدم والمخازنيه ويحيدوا له كل شيء. الله يحسنهم، هما كيديروا خدمتهم، انا ما كنلومهمش، ولكن هاد الشاب هذا عطيوه شي حل. هاد الشاب هذا حتى هو باغي يعيش في بلادو عزيز وكريم مكرم ومعزز، راه مغربي، راه حامل البطاقة الوطنية، عطيوه الحقوق ديالو، عطيوه الحق في العمل، عطيوه الحق في السكن، عنده الحق باش يتزوج حتى هو ويدير وليدات، عنده حق حتى هو تجي العطلة ويمشي يدير عطلة ديالو. الناس ما بقاتش قادرة تلقى باش تشري الخضرة تاكلها في كرشة، الناس ولات مقاتلة مع كرشة، ما بقيناش كنهضروا على الزواج او لا خدمة او لا يشري دار او لا الناس كدابز مع كرشها. وهادشي كينطبق على المغرب وعلى الجزائر وعلى تونس وعلى موريتانيا وعلى حتى ليبيا اللي كانت عاد في الامس القريب من الدول الغنية. للاسف الناس بزاف في الجزائر وفي المغرب كيجلسوا يتعايروا، لا بلادنا احسن من بلادكم، لا شوف الملعب ديالنا حنا كي داير، ملعب مراكش احسن من ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر، وكأننا وصلنا للقمر. الاستثمار ما تيكونش في الحيوطه اخوتي الجزائريين واخوتي المغاربه، انا كتجيني النفس على الجزائريين والمغاربه بحال انا بالنسبه لي كلكم ولاد بلادي، اقسم بالله العلي العظيم انني احبكم في الله، بحال انت مغربي ولا جزائري ولا تونسي، ربي اللي كيشهد بانني احبكم في الله، وكنهضر بغيره على خوتي كاملين، على خوتي داك البابورات اللي كيغرقوا هما غاديين من وهران لاسبانيا، او اللي كيغرقوا هما غاديين من طنجة لاسبانيا، كلهم اخواننا كيشهدوا بلا اله الا الله محمد رسول الله، كلهم يستاهلوا حياه افضل، وحتى قد ما كيهرب من دار العرس. كيفاش دوله بحال اثيوبيا في 82 83 مليون نسمه اللي ماتت بالمجاعه، طلوا اليوم على اثيوبيا من اسرع الاقتصادات نموا في العالم، اثيوبيا اللي كنا كنضحكوا عليهم نقولوا المجاعه، من دابا 10 سنين غيولي الاقتصاد ديالها، الدخل ديال اثيوبيا غيولي كيعادل الدخل ديال الجزائر والمغرب مع بعضهم، حنا ناعسين. تصوروا معايا هذه الارقام هذه الاقتصاديه المخيفه، فبينما الدخل الجزائر الاقتصاد ديالها السنوي 266 مليار دولار في 2024، والمغرب 145 مليار دولار. الجزائر زائد المغرب، نيجيريا فقط، حنا اللي كنضحكوا على الدول جنوب الصحراء، الاقتصاد ديالها كيساوي 460 مليار دولار، يعني الجزائر زائد المغرب وزيد معهم حتى تونس. الدول افريقيا غادي هاربه علينا، حنا مازال كنتعايروا شكون الملعب احسن من الاخر، والزليج ديالنا ولا ديالكم، مازال كنتعايروا على طارق بن زياد واللي مات هذه 1400 عام، واش اصله مغربي ولا جزائري، وناسين بانه على الاقل دار باش يتلاقى الله، وكما قال تعالى تلك امه خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون، صدق الله العظيم. وحنا شنو غنخليو لوليداتنا؟ غنخليو لهم باننا بنينا الملاعب، غادي نخليو لهم باننا احسن منكم الطرقان ديالنا ولا الحيوط، نسينا الانسان. تصور ولينا كنفكروا نستثمروا في الحيوط ونسينا نستثمروا في الانسان، في الشباب ديالنا. فعوض ما نبنيو ملعب خلينا نبنيو مدرسه وجامعه، ملي نقول مدرسه مجمع مدرسي، يعني فيه حتى مطعم للفقراء،
ما يجيوش ما بين الجوج ما بين 12 والجوج يجيو للدار يتغداو ويرجعوا، خصوصا الفقراء يتغداو في المدرسه والدوله تدعمهم. ولاد الفقراء يتغداو في المدرسه. منين غنبداوها؟ واش نهضروا على المستشفيات ولا على المدارس؟ واش غادي نهضروا على التطبيب؟ واش نهضروا على القضاء؟ فلا حول ولا قوة الا بالله. انا ما كنلومش هاد الشباب هادو اللي قرروا هذا القرار، مع انني ما متفقش معهم، قرار خاطئ. ما نهربوش من بلادنا، حنا هما المستقبل ديال البلاد. انا عارف الصعوبه اللي كاينه، الله يحسن عوانكم اخوتي الشباب. وانا هنا في القناه كنبين انك الا وصلتي لهنا لاوروبا راه مازال ما كاين والو، يلاه غتبدا من جديد ويلاه غتبدا من الاول وراك غتكرفص وكل شيء. ولكن كنتفهم الافكار ديالكم، كنتفهم انا براسي نفيق ما نلقاش الفطور، يجي الليل نبات بكرشي جيعان، نخرج نخدم ما نلقاش خدمه، نمشي للطبيب ما يبغيش يداويني، فين غنمشي؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتد التعذيب ديال قريش الاصحاب ديالو دعاهم الى الهجره الى الحبشه، وهي اثيوبيا ديال دابا. وباش يمشيو من السعوديه لاثيوبيا عفوا خصهم يدوزوا على البحر الاحمر. قال لهم سيروا عند الملك النجاشي اللي هو مسيحي، فإنه لا يظلم عنده أحدا، فإنه لا يظلم عنده أحدا. وش كيعني لك هذا؟ بأن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي الإسلام كينصح الصحابة باش يمشيو البلاد المسيحيين يهاجروا ليها هروبا من الظلم وبحثا عن العدل، فهذا رد قاطع على هذوك اللي تيقولوا لنا اش كديروا تما في اوروبا، هذيك بلاد الكفار، بلاد كافره وعادله، راه احسن من دوله مسلمه وظالمه. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم علموا لنا، ماشي حنا، هادشي ما جبناش من راسنا. هذوك الشباب اليوم اللي طلعوا للفنيدق واللي طلعوا لطنجه واللي هجموا على الناظور، هذوك اي واحد مات فيهم واي واحد تسجل فيهم راك نتوما المسؤولين، نتوما المسؤولين، راكم مسؤولين ماشي اليوم، مسؤولين امام الله على الارواح ديالهم، مسؤولين على المستقبل ديالهم وعلى الشغل ديالهم. هذاك الشباب راه يأس، راه ما بقاوش صايبين فين يمشيو، ما بقاوش صايبين لمن يشكيو، ما بقاوش عارفين فين يدوروا وجههم. الى متى؟ الى متى؟ الى متى هذا الجرح يا وطني؟ راه يحز في القلب، والله العظيم الى هادشي كيقطع في القلب، اقسم بالله العظيم. الى البارح عليه ما دانيش الناس كنفكر في هذا الامر هذا. شحال من واحد كيلصقها في الاستعمار؟ لا، حنا الدول ديالنا فقيره محيت الاستعمار دار فينا هذا الشيء وداروا في افريقيا ودابا حنا تابعينهم، ويخلط السياسه مع الاقتصاد مع الجغرافيا. غادي نعطيك مثال بدوله سنغافوره، كانت مستعمرها انجلترا، الانجليز كانت مستعمرها سنغافوره، خرجت الانجليز حتى هي بحالنا كانت مستعمره سنغافوره واستقلت بحال اللي بقى لنا حتى حنايا، كنا مستعمرين واستقلينا. ناضوا الناس يخدموا واستثمروا في الانسان. تصور الدخل الفردي دابا ديال الرجل السنغافوري 3200 دولار في الشهر، بينما الانجليزي اللي كان مستعمرهم يلاه 2200 ولا 2400. يعني الناس ناضت تخدم، ما بقاش كتبكي على الاطلال، لا استعمار دار لنا هذا الشيء، لا حنا ما متفقينش مع بعضياتنا، مازال كندابزوا مع بعضياتنا على الزليج وعلى القفطان ومخلينا داك الشباب كيغرق، هذاك ما نهضروش عليه، هذوك ما كيشوفوش فيه. لا حنا احسن منكم، وكاين اللي يقول لك المغرب احسن دوله في العالم، والدليل هو هذا الشباب اللي باغي يهرب منا. حنا احسن دوله في العالم، والجزائر قوه ضاربه، والدليل هو قوارب الموت والناس اللي كيموتوا كل نهار في البحر الابيض المتوسط. خصنا نحشموه، اقسم بالله الا خصنا نحشموه، خصنا نديرو يد في اليد. وتحيه لكم، وكنتمنى من قلبي الرساله توصل لخوتي الجزائريين وخوتي التوانسه والمغاربه والموريتانيين
والمغاربين على العموم. أبقى لي ما نقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.